السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم مع هذا الفيديو ديال الفرماج اللي داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. في الصراحه تيجي غزال وزوين، انا جربته حيت شفت بزاف ديال الناس جربوه تيقولك تيجي فيه المذاق ديال النشا. انا درت لكم بواحد المكون اللي ما غاديش نحطو مع المقادير اللي بدلوا المذاق. هانتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه والمكونات. غادي نمشيو دابا ان شاء الله نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو في هذا الفرماج اللي اقتصادي جدا. هانتوما البنات، ها المقادير اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا 50 غرام ديال الزبده، وضروري تكون زبده الاكل. الفرماج عندي جوج مثلثات، وعندي جوج ديال كيري وكاس ديال النشا ومعلقه د الملحه، وعندي نصف لتر ديال الحليب هو اللي غنحتاج. انا دايره هنا في الكاسرونه، غنحطوه فوق البوطه غير يدفى شويه، ما غاديش يسخن بزاف حيت منه غير البروده ديال الثلاجه. وغنحتاج معلقه ونص ديال الخل. نتوما كيف ما تشوفوا انا حيدت الحليب من فوق البوطه، قلت لكم راه ماشي سخن غير يدفى حيت منه غير البروده ديال الثلاجه باش ما تكورليش فيه مايزينا. الا درتوه هو سخون تحبب لكم مايزينا. كاس بالعبار د العنبه نخلطو مزيان. هانتوما كيف ما تشوفوا ما غادي تحبب ما تكور. حاولوا تخلطوه مزيان. بصراحه تيجي فرماج عاقد وزوين، نتمنى انكم تجربوا بهاد المقادير هذه اللي عطيتكم. غنوضع هنا الزبده والملحه حتى هي، ونوضع جوج مربعات ديال الكيري. حتى داك الكيري تيعطيه المذاق زوين. احسن ما ديروا 4 ديال المثلثات، من الاحسن ديروا جوج كيري وجوج ديال المثلثات. نتمنى انكم تجربوه وتعطيوني الراي ديالكم حتى نتوما فيه. انا جربته بصراحه عجبني، بالخصوص غادي يصلح لي كيش لهادو لي غاطان حتى هو غيجي فيهم زوين. هانتوما كما تشوفوا قلت لكم الحليب راه ما سخونش. هانتوما الزبده راه ما دابتليش في وسط منه وخالحتها. غنحاول دابا نحل هذاك الشيء مزيان غير بالخلاط اليدوي، ما غتحتاجوا لا خلاط ديال الضوء لا حتى شي حاجه. وغادي نوضعوه فوق من البوطه اللي غتكون مهيله ونستمروا في التحراك. وانتم كما تشوفوا البوطه راها مهيله، ما غنحبش نبقى حتى يذوب ليا داك الفرماج مزيان. تحيد منه دوك الطريفات. وغنزيد دابا هنا الخل، معلقه كبيره نتاع الخل، وغنزيد النص. الخل غيحيد لنا المذاق ديال النشا، وديك الحموضه اللي في الخل حتى هي تعطي داك المذاق ديال الفرماج. المهم تتصايبوا شي حاجه اللي في الدار تعرفوا بانها نتوما مصايبينها لراسكم صراحه، وتيخرج كميه كبيره من السيطور ديال الحليب. تبارك الله راه تيعطينا تقريبا 700 غرام ديال الفرماج اللي تيجي عاقد. غنبقى هكا مستمره في التحراك، ما غاديش نحبس كيف ما تشوفوا. غنبقى هكا مستمره، ما غاديش. هانتوما بلا خلاط بلا حتى شي حاجه، هو كلشي داب ليا وما محبب ما مكور. ضروري من هذه المرحله ما تحبسوش من التحريك، لان الا حبستو غادي تلصق لكم مايزينا لتحت في القعر ديال الكاسرونه وغادي تحرق لكم. غتبقاو هكا تحركوا. نتوما كيف ما تشوفوا ها هو بدا تيعقد. الخليط ديالي هو بدا تيعقد. المكون السحري هو هذا اللي غادي نضيفه دابا، اللي هو المعلقه ديال زيت الزيتون. هي اللي غادي تعطينا المذاق رائع لداك الفرماج ديالنا. تكون مملوءه وغنستمروا في التحرك، ما غاديش نحبسوا عاوتاني، لان بزاف اللي جربوه وجاهم المذاق ديال مايزينا باين في هذا الفرماج. ولكن الا زدتوا هذا المكون هذا ديال زيت الزيتون ان شاء الله غادي تعجبكم. الخليط ديالي بدا تيعقد. نتوما كيف ما تشوفوا راه مابقاش خفيف كي كانوا بالاولى. نتوما البنات ها هو عقاد وثقال ولا كريمي. غنبقى نهزو فوق من البوطه ونحرك، والبوطه راه باقا شاعله. نحطو وعاوتاني نهزو ونحرك. هانتوما كيف ما تشوفوا ما لاصق ما حتى شي حاجه. هذا هو القوام ديالو. صافي دابا غادي نحيدهم فوق من البوطه. نتوما كيف ما تشوفوا غنحركوا شويه
ونوضعو في نفس البواطه ديال الحليب اللي حيدت منها. يمكن لكم ديروا ديال نص لتر، انا درت ديال لتر، حيت فاش نديرو في ديال نص لتر تضاعف الكميه، تيجي شويه تتجي عامره. انا درتو في ديال لتر. هزيتها خديت منها نصف لتر ديال الحليب، وباش خدمت النص الاخر حطيت به في الثلاجه، تتحيدوا لهداك الراس الفوقاني. تنحتفظوا بالبواطه بحال هكا نتوما كيف ما شفتوا. وغنفرغ فيها الخليط ديالي غير بشويه بحال هكا، التدريج بشويه بشويه نتوما كيف ما تشوفوا. غنفرغو كامل. نتوما البنات غادي نخليه دابا، غنخليه غير في المطبخ، ضروري تخبطوه باش يخرج منه الهواء. وغادي نغطي وجهه بالسلوفان كيف ما تشوفوا، وغنخليه غير في المطبخ حتى ياخذ الحراره ديال المطبخ. عادي برد عادي، يمكن لي نوضعوه في الثلاجه، يمكن لكم تحتفظوا به ليله كامله في الثلاجه وتيكون واجد، كيف ما يمكن لكم ديروه في المجمد لمده ديال ساعتين وتتلقاوه حتى هو واجد. انا غادي نخليه ليله كامله حتى الغد، ونعاود نتلاقى معكم ان شاء الله نوريكم الشكل ديالو كيف تيجي. بصراحه تيجي زوين، والنتيجه ديالو عجبتني انا بزاف، نتمنى انكم تجربوها. نتسنى عليه يبرد ونديرو في المجمد ونعاود نتلاقى معكم. هانتوما البنات هذا نهار الثاني، ما درتوش في المجمد، درتو غير في الثلاجه عادي. ولا بغيتوه بسرعه ديروه في المجمد. انا غنحلو حداكم هانتوما كيف ما تشوفوا، غنحلو حداكم باش تشوفوا القوام ديالو. صراحه النتيجه ديالو تتجي زوينه، هانتوما قاصح هانتوما كيف ما تشوفوا. صراحه النتيجه ديالو زوينه، واخا تضغطوا عليه ما تيهبط ما حتى شي حاجه، ما تيتلصقش في اليدين. انا نقطعو حداكم هانتوما كيف ما تشوفوا. صراحه النتيجه ديالو عجبتني بزاف، وحتى المذاق جا زوين كيف ما قلت لكم. نتوما كما تشوفوا البنات، كما قلت لكم يخدم لكم بزاف ديال الحوايج. الا بغيتو تحكوه ديروا في المجمد حتى يجمد يقصح، ومن بعد حكوه في الحكاكه خدموا به لي كيش ديالكم ولا البيتزا، المهم اي حاجه بغيتو تخدموها به تحتاجوا فيها الفرماج. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه ودعموني بلي لايك. وتنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم ليا وعلى الكلام ديالكم الطيب، والى فرصه مقبله ان شاء الله.